وجهك صغير ما بيلبق بجمال عيلتنا، ما بتستاهلني. يعني بكرة بيقولولي منطر أبو شنب، لا ما بتزبط معي. بكرة بنكتب الكتاب إن شاء الله وبتروحي معه على بيتكن. مثل ما لك شايف بساعد جوزي بالشغل. السلام عليكم يا آنسة فاتنة، بتمنى توافقي أطلب إيدك الكريمة. لا انت قصير، ما بقدر اتخيل حالي معك. يا فاتنة الله يخليكي، خليني أثبت لك إنه أنا وجهك صغير ما بيلبق بجمال عيلتنا، ما بتستاهلني. السلام عليكم، أنا رجل أعمال سامر، صاحب شركة واي اس تي التجارية. يعني الحمد لله عندي شركتي الخاصة وبتشرف أطلب إيدك. أنت وسيم عندك شركة، بس كمان عندك شنب. يعني بكرة بيقولولي منطر أبو شنب، لا ما بتزبط معي. طيب مثل ما بدك. كفي غرور بقى يا فاتنة، من بكرة رح تتجوزي أول عريس بيتقدم لك غصب عنك. أكيد عم تمزح، ما بتعملها، أنا متأكدة. لا ما عم بمزح، خلص النقاش، بكرة بتشوفي. تفضل يا ابني. هذا سليم اللي راح يصير جوزك إن شاء الله، شاب محترم ومتدين بس فقير. يعني بكرة بنكتب الكتاب إن شاء الله وبتروحي معه على بيتكن. نعم فقير هيك لبته؟ مستحيل. الظاهر انه نحن من نصيب بعض. سمعت انك رفضت كتير عرسان، بس كرمال تكوني من نصيبي انا. هون بدي اعيش بهالبيت بعد ما كنت عايشة بقصر حياة فخمة. هاي حياتنا يا فاتنة، بسيطة بس يمكن تكون مليانة بالحب. حب قلتلي؟ هاي الخاتمة قليت عملنا غدا. خد ما قلتيلي حبيبتي، هون بنخدم حالنا بحالنا. يعني شبنا عن زنودك وتفضلي على المطبخ، مجهز لك عدس ورز تطبخينا مجدرة. مجدرة؟ ايه ما بعرف اطبخها بعد ما عندك لحمة؟ لا والله ما عندي لحمة، وبدك تتعلمي تطبخي. هون ما في بعرف وما بعرف. يا فاتنة، شركة واي اس تي عاملين حفلة كبيرة لرجال أعمال وبدهم حدا يساعدهم بتقديم الضيافة. جهزي حالك، اتفقت معهم نروح بكرة ونساعدهم وبيطلع لنا كم ليرة. شركة واي اس تي؟ لا أرجوك لا. ليش لا؟ خلص اتفقت مع الجماعة، جهزي لحالك بكرة العصر. أهلا فاتنة، إيش عم تعملي بشركتي؟ مثل ما لك شايف بساعد جوزي بالشغل. مين جوزك؟ سليم؟ غريب، شلون رضيتي فيه؟ على فكرة بتعرفي مين هون كمان؟ أبوكي، تعي معي مشان تسلمي عليه. لا ما بدي أسلم على حدا، قلت لك تعي معي. فاتنة إيش عم تعملي هون؟ أهلين بابا، عم بساعد جوزي. يعني تعلمتي الدرس؟ أي درس؟ درس انك تتواضعي وما تتكبري على الناس، وتعرفي انه انا سليم، واتفقنا انا وابوكي نعلمك درس ما تنسيه بحياتك. انا كنت غلطانة وتعلمت الدرس، سامحوني الله يخليكن. هلأ تواضعك كمل جمالك، صرتي ست البنات. حفلة اليوم هي بدل حفلة عرسنا اللي ما عملناها.
الجمال لحاله ما بكفي، والكبر هو أسوأ صفة. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. التواضع والمحبة هن تاج الإنسان الحقيقي.